بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده، تعالوا كده، تعالوا كده. انا واو يا واقفه قاد، يوم. انا واو يا بيعشق قاد. اللحم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزاكم الاول تعذروني كده وتدعوا لي ان ربنا يشفيني عن دور برد صعب جدا. ربنا يا رب يشفينا ويعافينا والايام دي كده تعدي علينا على خير. معانا دكرم بلدي اهو، كنت مربيه فوق السطح، نضفته وعملت له محلول النقع عباره عن ربع و3 معالق ملح و3 معالق سكر. تمام كده. ومعايا الكرنبايه بتاعتنا الحلوه دي، ربنا يخليها لام عمار اختي جابتها لي. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه، وهنحشي الديك الرومي بتاعنا ده ايه، وهنعمل فيه ايه. يلا بينا. حطيت الكرنبايه بتاعتي قسمتها نصين لان هي لسه جايه طازه. نزلت بالنص دي كده مشقتها اهو. على طول شلته وحطيته في الميه عشان ما يتسلقش مني قوي. كرنب الشتا كلنا عارفين ان هو بيطولش في الميه السخنه اهو. حطيت كده يا حبايب قلبي شويه من الزيت، نزلت كده يجيب نص كوبايه من الزيت في الحله بتاعتي اهي. اختبرت البصله بتاعتي كده يا حبايبي وانزل عليها اهي. استنيت طبعا لما الزيت قدح. هعمل ايه دلوقتي في البصله دي؟ انا عايزه ادبلها، مش عايزه احمرها، عايزاها تدبل بس، مش اكتر من كده. طبعا عايزاكم تعذروني بالله عليكم لصوتي ولتغيير صوتي. تعبانه والله يا جماعه، مش قادره. ولولا ما يعني كنت مجهزه الحاجه من قبل كده وقلت اعمل معاكم فيديو، بس هي لا قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل شيء. ادعوا لنا كده ان ربنا يشفينا ويسترها مع اولادنا واولاد المسلمين يا رب. يا حبايب قلبي البصله بتاعتي كده انا عايزاها تضرب، وانزل دلوقتي بعصير الطماطم اللي انا عصرته. بسم الله. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب شويه برضو من صلصه الفلفل الاحمر واحطها عليها عشان عايزه الطماطم بتاعتي تبقى حمرا كده وحلوه اهي يا حبايب قلبي. شايفين طبعا الحمار بتاعها باين ازاي. اقلبها كده تقليبه واحط لها بقى، عايزه احط لها شويه بس شويه بس من السكر بسيط كده، شويه نقطه صغيره، مش عايزه اكتر. عشان في ناس قالت لي انا شفت كنت بتحط السكر في المحشي وحطيت السكر والسكر سكر المحشي بيه. حاجه بسيطه بس يا جماعه، تحوش بس الحطحاضه بتاعه الطماطم، مش اكتر من كده. هعمل ايه دلوقتي؟ معايا حته من التوم عشان انا عايزه الخلطه بتاعتي دي تستوى كلها ببعضها. انا مش عايزه الاقي فيها لا بصل ولا توم، عايزه الصلصه كده تكون مستويه. وطبعا هوريكم الدرجه اللي انا اوصلها لها في الاخر، بس خليكم معايا واحده واحده ان شاء الله نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. طبعا دي مناديل مطبخ يا جماعه. نشف الديك بتاعي كده كويس عشان هحط له بقى ايه الخلطه بتاعته. تعالوا بينا نشوف ايه الخلطه بتاعته. معايا معلقه قرفه، حاجه بسيطه كده من القرفه برضو. معايا هنا معلقه بابريكا هحطها كلها. معايا هنا كمون، معايا 7 بهارات، معايا بهارات فراخ، الفلفل الاسمر كده تمام كده تمام. معايا معلقه توم كده هرساها كبيره، معلقه كبيره يا جماعه توم، لان انا هنا بعتمد على التوم والبهارات بس. شويه كده من الزيت، شويه من الملح، نظبط الملح بتاعه عشان انا هشويه. معلقه كبيره كده من دبس الرمان، ونقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعض كده. طبعا لسه في حاجه استنوا يا جماعه هجيبها ما انساهاش. معايا عصير ليمونه كده يا جماعه كبيره، استنوا بس نوصلها لانها جامده. نجيب لها معلقه، نشيل بذر كده منها ونبدا نعصر نص الليمونه دي. تمام كده تمام قوي. هعمل ايه دلوقتي في الديك بتاعي؟ همسكه بقى ادعكه كده من جوه ومن بره، دعاك حلو قوي. بسم الله. عايزه اقول لكم ان انا عملت له محلول
النقع بتاعه يا جماعه عشان اللحم بتاعه طبعا يطرى، وهو ديك بلدي زي ما انا قلت لكم. ثواني يا لقاء عشان ايديك ما تخبطش والكاميرا تهز كده. ايه هعمل ايه دلوقتي؟ همسك بقى كده ندعكه كده من جوه ومن بره ومن تحت الجلد عشان التتبيله بتاعتنا تتغلغل جوه اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب ايه اللي انا هعمله دلوقتي يا جماعه؟ انا هجيب دلوقتي السكينه بتاعتي وامسك ايه الجلد بتاعه كده شقه كده يا حبايب قلبي. همسك الجلد بالشكل ده عشان انا عايزه التتبيله. طبعا انا هبيته في التتبيله دي. يعني دلوقتي الساعه 10 بالليل بنجهز كل حاجتنا كده. النهارده ايه؟ النهارده الخميس، فبنجهز عشان يوم الجمعه ان شاء الله نصبح ايه نتغدى كده والدنيا تبقى تمام معانا ان شاء الله، نولع على اكلنا على طول. يا حبايب قلبي انا عملت ايه؟ انا هنا فتحت اللحم ذات نفسه وبدات ادخل التتبيله في اللحم اهو، شايفين؟ نمسح كل بقى الكلام الجميل بتاعنا ده كده. وطبعا طالما عيلتك هي اللي هتاكل يعني بلاش ايه نقعد بقى نقول جلفظات وما جلفظات، احنا ايه البلد ياكل يا جماعه اهو. ندخل كده التتبيله بتاعتنا في الشوق ده اهي كده. طبعا التتبيله بتاعتنا فيها توم وفيها البهارات بتاعتنا الجميله. وتخيلوا بقى لما الديك ده كده يبات في التتبيله بتاعته تاخدوا منه احلى لحم، احلى طعم يعني قصدي احلى لحمه البرد مقصر. تعالوا بقى نجيب شويه قوه كده بسم الله ونتك على الرجل الجامده قوي دي ننزلها لتحت. عارفه قوي يا جماعه انا خايفه لا يتقطع والرجلين تطلع لبره تبقى ايه مش لطيفه خالص. تمام كده. لا يتعافى على مين اهو كده. تمام يلا بينا يا حبايب قلبي. نمسح ونعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بالديك بتاعي اهو وهغلفه بقى واسيبه يتغلغل كده مع نفسه لبكره ان شاء الله بقى ونوريكم هنعمل ايه تاني. بقى الصلصه بتاعتي طبعا هي لسه ما سبكتش، البصل ده كله بيتوب في قلبي. هعمل ايه دلوقتي؟ عندي شويه كده بهارات، معايا فلفل ومعايا كمون ومعايا حبه من القرفه وشويه من الكباب الصيني والسبع بهارات والكمون بتاعنا وواحده مرق الدجاج وشويه بسيطه كده من الشطه. تمام. نزلنا عليهم كده على الصلصه بتاعت المحشي وهنسيبها بقى على نار هاديه تتسبك كده وتدلع مع نفسها. تعالوا كده بقى نقفل عليه عشان طبعا احنا هنحطه في التلاجة وما يطلعش اي روايح على ايه على الاكل او على اي حاجه بقى في التلاجة، ان كان ميه ان كان عصير اي حاجه في تلاجتك ما تبص من الروايح بتاعتها. كلنا عارفين ان ريحه التوم نفاذه وبتنتشر بسرعه كده. ماشي لسه هعمل اي بس هو كده خلاص انا ايه ضمنت ان هو مفيش له ريحه هتطلع ان شاء الله في التلاجة بتاعتي. اهو يا حبايب قلبي كده خلاص قفلته من كل النواحي اهو شايفين؟ تمام قوي كده عسل. طيب دلوقتي انا هشوي الديك الرومي بتاعي زي ما انا قلت لكم. وانا عندي محشي، طب ولادي ما بياكلوش المحشي من غير شوربه. اعمل ايه؟ هعمل لهم احلى شويه شوربه بالحوايج بتاعت الديك، الرقبه والجناحه. انا كنت خدت القوامص والكبايد عملتهم مره تانية لاولادي. فاعمل دلوقتي ايه؟ هلوح بس البصله كده، شوح بس البصل لما تبدا ريحتها تطلع ومعاها كمان البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عباره عن ورق لوري وحبهان وقرفه خشب. نسيبهم كده لما ياخدوا يدوا بشكل ودي وبعدين نشوف هنعمل فيهم ايه. كده بدات الروايح بتاعتهم تطلع اهي، لسه برضه عايزاهم كمان شويه. تعالوا نشوف الصلصه بتاعتنا عامله ايه. الله اكبر عليها، الله اكبر عليها. شايفين الجمال والابداع والحلاوه؟ شايفين يا جماعه؟ البصله دي هتدوب خالص مش هخلي لها اثر. جربوا بقى الصلصه بالطريقه بتاعتي دي وقولوا لي ايه رايكم. هنزل دلوقتي بالاجنحه بتاعتي والرقبه
اهو ان شاء الله. وهنعمل منهم احلى شوربه. افتكرت ان هم اول كده هنعمل منهم شوربه، لا ده احنا هنعمل منهم احلى شوربه. نسيبهم بقى يتلوحوا مع نفسهم كده. تعالوا بقى كده يا حبايب قلبي نشوف الصلصه بتاعتنا دي اخبارها ايه. شايفين انا قلت لكم البصله دي هتدوب خالص. شايفين البصله اهي. انا بس هحاول اطلع لكم حته كده عشان اوريها لكم اهي. يعتبر ديت حته ايه من البصل اللي باقي. شايفين البصله؟ استنوا المعلقه بتزحلق. انا عايزه اوريكم بس بصوا يا جماعه البصله عامله ازاي. المعلقه التانيه كانت بتزحلق مش عارفه اعمل بيها اهي. شايفين البصله مستويه ازاي؟ دي بقى بتدي تسكيره للمحشي جميله جدا. وشوفوا بقى الصلصه بتاعتنا عملت ازاي اهي. الله عليها. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ دي ساعه ما بتنزل بقى في الرز ما بتلاقوش لها اي معلومات خالص. البصله دي بتكون راحت وانتهت تمام. هنا بقى الخضره بتاعتي معايا ربطه كده حلوه من الشبت والكزبره اهي. ومعايا برضو ربطه حلوه كده من البقدونس. ومعايا هنا برضو كزبره لوحدها. همسك بقى الخضره بتاعتي دي اغسلها واصفيها كده واظبطها عشان اخرطها كده يا حبايب قلبي. نفتح هديكوا الرونو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شيلت بقى التتبيله بتاعته. مش عايزه اقول لكم ريحته عامله ازاي بجد. انا كمان عندي برد يعني وشم الريحه. طب بقى ايه لما نحطه كده في الفرن. انا طبعا هنا مش هحط فيه عليه اي حاجه لان حاطه بهاراته وملح وكل حاجته من امبارح تمام. زي ما احنا قلنا احنا مبيتينه ليله في التلاجة كده. طبعا انا كنت مستنيه اما اخلص خرفشه. حطيت دلوقتي عليه ورقه زبده وهغلفه بقى بورق الفويل. ولازم نقفله كويس طبعا عشان الطاجن بتاعي ازاز مفيش فيه ايد ولا حاجه. نحاول برضو ايه مش راضي يتقفل حلو. يا حبايبي حطيت ورقه اهو فوق ورقه الزبده وهرجع احط كمان ورقه ونقفل عليه كويس قوي. نعمل بالورق احنا بقى ولا ايه؟ مشكله نعمل بالورق. ده تحدي يا ماما. دي كرومه مش اي كلام. بصوا بقى يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم ان الطاجن هنا عشان ازاز مش نافع يتقفل عليه من بره اهو. قفلته ازاي؟ قفلته كده اهو. اهم حاجه ما يبقاش فيه ايه حتت فراغات باينه من الديك بتاعنا بس. وبرده نحاول نقفل كده عشان الدنيا برد يا جماعه يعني لازم دفوه على قد ما تقدروا. طيب هنحتاج حته ورقه زبده هنا برده ثانيه. فكرني بنفسي لما نكون بردانين فانا بعمل كده على الصراحه. هنيجي كده من هنا كده نتك على اخرنا بس كده. احنا كده عملنا خرمين بس عشان بس ورقه الزبده اللي تحت تطلع البخار بتاعها ما يتنفخش قوي. وهحطه دلوقتي على نار عاليه وبعد كده ساعه ما يبدا يغلي وهنشوفه برده من الجهه دي هنهدي عليه النار خالص ونسيبه بقى مع نفسه لمده 2.5 ساعة. نزلنا كده بالرز بتاعنا يا حبايب قلبي اهو. دي كيلو من الرز كده يا حبايب قلبي. افضل اقلب في الرز بتاعي لما يتلوح كده ويفرفر ويديني النتيجه اللي انا عايزاها. تعالوا بقى اما اقول لكم. طبعا امبارح قلت لكم انا مش عايزه البصله تبان في الصلصه ليه. بصوا هنا بقى دي السر بتاعنا. قطعت كده بصلايه صغيره خالص. شوفوا قطعتها ناعمه ازاي. عايز ايه اقل طلع يا ادم بره. خلصت كده تقطيع البصله بتاعتي وقطعها ناعم خالص يا حبايب قلبي. لما الرز بتاعي بقى يبدا يتلوح خالص ويفرفر كده هنزل عليه بالبصله. وجربوا بقى الحركه دي كده واحكوا لي وقولوا لي ايه رايكم في المحشي بتاعكم. تعالوا بقى كده يا حبايب قلبي ننزل بالبصله بتاعتنا ونديها تشويحه مع الرز. عايزه احكي لكم يا جماعه على الصواني اللي انا بقلب فيها دي. انا جبت الصواني دي كده 3 مع بعض وهي من نوع الحلل. وريهم يا لقاء دي كده. وريهم من نوع الحلل اللي هو طالع عليه الفواكه والحاجات دي. الحلل دي برضو تفال صاج من بره وتفال من جوه. الصواني دي جميله جدا واستعمالها حلو وجربتها كذا مره في كذا حاجه يعني. وفي الفرن برضو جميله قوي سويتها حلوه برضو.
ناوي اعمل لكم عنها ريفيو، بس يلا بقى ما تخسرش نفسي، فقلت اعرفها لكم كده واحنا بنطبخ كده. شايفين بقى يا حبايب قلبي النتيجه اللي انا عايزاها اهي كده. الرز ما بياخدش منك شوربه كتير او ما بياخدش منك مرقه كتير اهو. حتى لو انت عايزه برده تعملي الرز الاحمر العادي بتاعنا بيتعمل بالطريقه دي كده. تقلبيه الاول كده وتفرفريه على البوتاجاز بالزيت بتاعه والبصل، وبعد كده تنزلي عليه بالصلصه والميه وتعقديه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الصلصه بتاعتنا عامله ازاي؟ عشان متسبكه كويس ومخدومه كويس. طبعا انا حاطه فيها كل البهارات قدامكم ما شاء الله تبارك الله. هنا كده شويه ملح، لان طبعا انا قلت لكم امبارح ان البصله تسكر، وفعلا سكرت ومخليه الصلصه جميله جدا. هنزل دلوقتي بالخضره بتاعتي. حطيت كده يا حبايبي الخضره بتاعتي اهي، وطفيت البوتاجاز بتاعي. خلاص نقلب بقى كل الكلام الجميل ده. عايزاكم تيجوا تشموا الروايح يا جماعه. تعالوا كده بقى يا حبايب قلبي شموا الريحه. شوفوا عملت ايه. طبعا الحله مكان الصلصه مش هغسلها ولا هبلها ميه ولا اي حاجه اهو. شايفين الصباع يبقى مسوي كده ما يبقاش له بطن. وظبطي محشيكي وخلي الجيران كلها تيجي على الريحه. عندنا فرح يا ولاد. عندنا فضائيه. عندنا عروسه وان شاء الله نعمل لها الاتفاق بتاعها يوم بقى بإذن الله معاكم. يوم الاكل بتاع العروسه هنصور لكم، باذن الله ويوم حنة العروسه هنصور لكم ان شاء الله من غير مقاطعه. بعمل لكم فلوج بقى وكده. بنت القاء ديت مش عارفه اعمل فيها ايه. تعشق الفلوجات دي. الكرنبايه دي تقطعك انت يا كوكو. تقطيع انا؟ اه عشان تبقي تمسكي التقطيع قوي. هقطع يا ماما اقطع يا ماما واساعدك. ما اعمل لها وفي ايه يا جماعه؟ الآخر- امبارح كانت محتاسه خالص والدنيا كانت بايظه جنبها، فقلت اما اقطع يعني مش مشكله. نعمل ايه بس عشان ايه العروسه طبعا. وبعدين ما اتعلمتش في ماما، اتعلم في مين يعني؟ مش فاهمه. مش كده. اه بنت شطوره. يعني ماما كانت تعبانه من يومين كده، من يومين والله وطبخت لهم وما زال. فراخ. ايوه تمام. وطبخت لهم شوربه. طبخت لهم شوربه. خدت بالكم طبخت لهم شوربه. هات التليفون الناحيه وطبخت لهم بطاطس بطاطس ايه؟ في الصينيه. بصلصه. في الصينيه يا بنتي. ايه في صلصه؟ اسمها صلصه. ورز وبس. وايه تاني؟ بس بابا مرضاش ياكل يعني. واللي وصل للحته دي يحط لايك ويكتب لنا في الكومنتات سمع ايه من اللقاء. طب والله الاكل كان طعمه حلو، بس والله هي كان ما الشوربه شاء كانت الله يعني. حادقه شويه، وده من ماما عيانه يا جماعه انا عيان. لكن الاكل كان حلو والله وكل يعني. شويه تيجي يا ماما بصي كده يا ماما بصي كده. طب اعمل ايه بس يا جماعه؟ والله نايمه ماني قادره. قلت لهم انا غلطانه انا طبخت تمام ان انا وعبرتكم. عطلت نفسي وما رحتش دروس اليوم ده وقعدت اطبخ له. اي والله. فخساره فيهم يا جماعه الطبيخ والله، ما يطبخوا لنفسهم. لك يا لقاء. طيب قلب عملنا شويه شوربه هم عشان نسقي بهم المحشي. عملتهم من ايه؟ من الصلصه بتاع اللهم صل على النبي وبارك لنا في المحشي. خدت كرنيب منها على هنا على الميه، وحطيت فيها مرقه دجاج، وحطيت فيها الملح بتاعها وشويه من الشطه. بس كده يا حلوين. بس كده نعمل ايه دلوقتي؟ هشيل دي كده خالص. وده كان المحشي بتاعنا يا حبايبي. وهننزل دلوقتي بقى ايه بالخلطه اللي احنا عملناها الجميله دي. لقاء بتقول لي يا جماعه لو الميه يا ماما غطت المحشي هيعجن كده يا حبايب قلبي. عقد المحشي المظبوط اهو. طبعا ملوحه الرز معاكم اللي بتعمله بالطريقه بتاعتي تعقد للمحشي بتاعها مظبوط عشان ما يعجنش منه زي ما لقاء بتقول. يا حبايب قلبي نفتح على الديكور بتاعنا بس عشان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خلي بالكم اهو بياكلوا شايفين. طبعا سخن قوي. بالراحه. ربنا يكون شر النار وعذابها يا رب. شايفين يا جماعه ما شاء الله؟ شايفين اللحم استوى بتاعه؟ أهو. شايفين اهو ما شاء الله عليه. دلوقتي هدهنه بقى الخلطه بتاعته. شايفين وريهم يا لقاء كده. وريهم شايفين اللحم عمل ازاي من هنا اهو. فصص. عملت له بقى خلطه من العسل والصلصه
وشويه كده من الفلفل الاسمر وبس كده. انا حبيت احط الفلفل الاسمر مع انه هو فيه بهارات، بس انا بحب ايه طعم الفلفل الاسمر. ندهنه بقى كله كده بالشكل ده. بقى شوفوا الجمال والحلاوه والطعامه، وايه رايكم في الجمال ده كله؟ ايه رايكم في الجمال ده كله؟ الرحمن الرحيم. تعالوا معانا هنا، الله. تعالوا معانا هنا. ادم تعالوا جاي يقول او اتفضلوا. ماي جاد. اتفضلوا اتفضلوا يا حبايبي. شايفين الحله؟ شايفين الصباع بصباعه ازاي؟ الله اكبر علينا، الله اكبر علينا. اهو وروم يا كوكو اديك المحشي، اديك الروم اديك المحشي. ماما معلقه على المحشي والله يا جماعه. تعالوا تعالوا شيلوا الوردات دي بقى كده. انا بقى عربي يا جماعه، والنهارده يوم المحشي. البلدي يوكل. تعالوا كده نتخر الجمال ده كله في جنب كده عشان نحط الديك الرومي معاهم. يا اختي. صورت كده براحتك يا كوكو. لحظه بقى لحظه بقى. ماشي اهو. بسم الله. خلي بالكم يا جماعه والله العظيم قسما بالله ما هم بصوا دايب دوب كده دايب. والبت القاء كده ما رضتش تخليني اقطعه، انا هقطع حته معاكم، لازم اقطع حته معاكم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده تعالوا كده تعالوا كده. ادم واو واقف يا آدم. هيموت. ادم واو يا بيعشق آدم. اللحمه يا شايفين جماعه. أهو، شايفين ما شاء الله. شايفين؟ ايه رايكم في الجمال؟ ايه رايكم؟ الله اكبر. خد يا دوده، دوق يا دوده وقول لهم ايه رايك. اندومي يا جماعه. الله الله عايزه ادوق انا رخر. الله اكبر. لا بجد الله اكبر. لازم تجربوه، لا لازم تجربوه، حتى لو مفيش عندكم رومي جربوا الفراخ بالطريقه دي. جبار. تعالوا نشوف المحشي. الله او ماي جاد. الله او ماي جاد. ادم بقى. لا كده خلاص يا حبايبي. احنا كلنا ربع واحنا معاكم. خلصنا البتاع. استنوا بقى اوريكم الشوربه بتاعته. او الشرب. عملت طبعا الشوربه بتاعته لان ولادي ما بيعرفوش ياكلوا المحشي من غير شوربه. اهو دي الشوربه دي بتاعت الشوربه اللي الأجنحة. كانت بالرقبه والجناح. ايوه يعني خليكي شاطره كده ودبري ووفري مع ام لقاء. ادخلي قناتي كده، حطي لي لايك حلو زيك وكومنت حلو زيك كده، وشجعيني في الكومنتات عشان اطلع معاكم في فيديوهات اشتركوا في تقيله القناه عشان جدا. يوصلكوا كل جديد. يلا في رعايه الله. باي.